نربط بقى القصتين ببعض وعلاقه جهاز المناعه بالالتهاب المفاصل. جهاز المناعه قلنا ان من ضمن اجزاء جهاز المناعه هو خلايا الدم البيضاء، اللي هي الخلايا تحديدا الخلايا الليمفاويه، بتطلع اجسام مضاده. حلو كده. الاجسام المضاده طبعا مصطلح شائع وعارفين يعني حاجه زي كده. الاجسام المضاده دي 5 انواع، بدون الدخول بتفاصيل لسبب ما مش معروف. بتلاقي الجسم نوعين من الاجسام المضاده مسكوا في بعض، يروحوا يمسكوا في بعض، ودي اول غلطه جسمك عملها. الغلطه الثانيه ان هم ياخدوا بعض كده ويروحوا يترسبوا في اماكن ثانيه في الجسم، تحديدا المفاصل، ودي تاني غلطه جسمك عملها. اجسام مضاده المفروض تمسك في الاجسام الغريبه وفي الجراثيم وفي البكتيريا وفي الفيروسات، لا، مسكوا في بعض، سابوا الدنيا كلها وراحوا مسكوا في بعض وخدوا بعضهم وراحوا ترسبوا في المفصل. طيب بعد ما الاجسام المضاده راحت اتراكمت في المفصل، طبعا دي حاجه غريبه، الجهاز المناعي ما ينفعش يسكت عليها. انت اللي جابك هنا؟ دي اجسام مضاده مكانها مش هنا، وما يصحش اللي انتوا بتعملوه ده. فبالتالي بيبدا يهاجم المفصل. الاجسام المضاده عماله تمسك في بعض وجهاز المناعه يروح يهاجم، فبالتالي ينتج عنها الاعراض.